بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأحداث الجولة 21 هنا في دوري نجوم العراق. لقاء كبير، لقاء مرتقب في ملعب زاخو الدولي هنالك في إقليم كردستان جنوب السهل السندي الذي يوجد في مدينة زاخو. وهنالك في زاخو ننتظر مباراة مهمة ومرتقبة لمتصدر الدوري فريق زاخو برصيد 39 نقطة، والطلبة الذي يكون ضيفا على نادي زاخو في مدينة زاخو. الطلبة الذي يملك 34 نقطة بالمركز الخامس. السيد باسم قاسم هنا ضيفا ثقيلا على أبناء الخابور، مدربا للأنيق. حكم المباراة السيد سالم عامر الذي يقود هذه المواجهة، وهنا أفضل حراس الدوري حتى الآن. 10 مباريات كلين شيت، 9 أهداف في مرمى فهد طالب، وهذا الذي لا يقل أهمية عن فهد طالب بالجانب المقابل الذي خرج في 8 مباريات بشباك نظيفة. تحية متبادلة ما بين الجنرال السيد باسم قاسم وحكم المباراة السيد سالم عامر. زاخو القادم من تعادل أمام فريق أربيل بهدفين مقابل لا شيء في مباراة طرد منها ديبوتي مع محمد علي عبود، وفريق الطلبة المتعادل أيضا أمام ديالى من دون أهداف في بغداد. هذه المباراة المنتظرة المرتقبة ما بين الفريقين فيها حسابات كثيرة في جدول الترتيب. هنا أيها الأحبة أيها الكرام مباراة منتظرة ما بين الفريقين لحساب الجولة 21. زاخو الذي خاض 20 مباراة الآن يخوض المباراة رقم 21 ورقم 20 للطلبة، كونه يملك مباراة مؤجلة أمام فريق دهوك. محاولة وكرة، بداية لعب الآن لصالح فريق نادي زاخو الذي يقف على طلبة على اليسار بالألوان الزرقاء، وما بين الأنيق وأبناء الخابور هنالك حوار بدأ الآن. إصابة مبكرة إذن قبل أن نعلن عن التشكيل وقبل الإفصاح عن كل شيء. سقوط في هذه اللحظات لأماموتشي. في هذه اللحظات هنا يسقط موتو في أرضية الملعب، وبالسلامة لأماموتشي أمامك المدرب القطري السيد طلال بلوش الذي يقود زاخو صاحب 38 سنة في ثاني موسم مع فريق أبناء الخابور زاخو. وهنا سلامات لأموتو في هذا السقوط. الجنرال السيد باسم قاسم أمامك 66 سنة وعمر مليء بالإنجازات بالنسبة للسيد باسم قاسم في هذه اللحظات. إذن حسين عبد الله لوندي يجري عمليات الإحماء. يبدو أنهم يعلمون جيدا بأن المهاجم النيجيري أماماتشي أوغستين ليس على ما يرام. الحكم السيد سالم عامر يطلب اللاعب أن يغادر أرضية الملعب. أماماتشي أوغستين يغادر أموتو في هذه اللحظات، وهنا ربما سيجري السيد باسم قاسم تغيير اضطراري. خيارات السيد باسم قاسم يبدأ بفهد طالب في حراسة المرمى، حسين عمار، كرار سعد، كرار عامر سعد ناطق في خط الدفاع، وحبيب الوسلاتي يدري سانيانج، وزيد اسماعيل في الوسط، وشريف عبد الكاظم أماماتشي أوغستين سايمون مصرفة. هنا كرة تلعب والمحاولة تصل. خيارات طلال نلقيها عليكم بعد لحظات. إذن علي كاظم في المرمى، على رعد أحمد إبراهيم، باتريك مارسيلينيو، محمد علي أبو حشيش في الدفاع، أليو أدم، أمجد عطوان، موسيس ويلشكس في الوسط، غوستافو هريك، أحمد ياسين، ناصر محمدو. هنا كرة تلعب إلى الأمام ومحاولة تصل عند شريف عبد الكاظم، يتقدم شريف، يذهب إلى الأمام، يحاول والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة شريف تغادر إلى رمية جانبية. عملية ضغط الآن والمحاولة فيها رمية جانبية تترك لكرار سعد رقم 11، والكرة تلعب الآن. محاولة إلى الأمام، الفرصة واصلة، عملية الهجوم والكرة تلعب ولكن إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة إلى
رمية جانبية في هذه اللحظات. هنا الكرة التي تلعب من خلال الرمية الجانبية، والكرة التي تلعب محاولة للطلبة مرة أخرى، عملية الارتداد في كرة لمصلحة زاخو، عملية تقدم، المتصدر يريد مواصلة رحلة الصدارة، وكرة تلعب الآن بحث عن الهداف. هنا الكرة إلى غوستافو هنريك ولكن تمر على أحمد ياسين. أحمد ياسين كان في مقدمة هذه الكرة، وهنا العائد من الاحتراف أحمد ياسين من الطيور المهاجرة التي عادت والآن يتوسط الهجوم في ملعب زاخو. وعملية الهجوم الآن تبدأ في اللقاء رقم 21 ما بين الفريقين. لاحظوا الكرة التي تلعب لكن مسكها فهد طالب. لقاء رقم 21 الذي يجمع زاخو بالطلبة في الجولة 21. ممتازة تلعب أمجد عطوان وكرة وتقدم، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة المحاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، والكرة تغادر إلى ركنية لصالح أبناء الخابور. تدخل من سعد ناطق في توقيت ممتاز، والكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة التي تذهب إلى ركنية على يمين فهد طالب. الشباك الصعبة، هل يتمكن أبناء الخابور من هذا؟ هنا المحاولة والكرة والانتظار والفرصة في انتظار الارتقاء والوصول إلى مرمى فهد. من يتمكن من الوصول إلى مرمى الفهد؟ هنا الكرة التي تلعب والسلامات لكرار سعد. احتكاك ما بين اليمني ناصر محمد وكرار سعد. هذا ناصر محمد من المحترفين القدامى في دورينا، يعني الموسم الخامس لناصر محمد مع أنديتنا، رغم أنه ذهب في تجربة قصيرة مع المحرق. وكرة تلعب وبرافو فهد طالب. هنا فهد يتدخل ويبعد هذه الكرة، بينما محاولة تعود في الخلف. الكرة عند أليو أدما، يلعب كرة ممتازة إلى أمجد عطوان، والكرة والتدخل ضغط مبكر والمحاولة تلعب. الفرصة تصل إلى الأمام ولكن تغادر إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. هنا رمية جانبية وعملية ضغط الآن. ممتازة الكرة من محمد علي أبو حشيش، تعود الكرة في الطرف، الفرصة تعود. عملية نقل الكرات، موسيس ويلشكس يمرر كرة إلى أحمد إبراهيم في هذه اللحظات. أحمد محور قلب الدفاع يمرر كرة ما بينه وما بين البرازيلي موسيس ويلشكس قائد الفريق، لاعب خبرة. أحمد يلعبون كرة إلى الأمام، محاولة تلعب وإلى إبعاد يأتي من جانب سعد ناطق، بينما كرة في الخلف الآن لصالح أبناء الخابور. إعادة الكرة في الخلف لزاخو. المحاولات تستمر والكرة تعود إلى حارس المرمى علي كاظم الذي بدوره يبعد هذه الكرة. تعود مرة أخرى، محاولة لصالح نادي الطلبة لكن طالت على التنساني، طالت على سايمون مسوفا في هذه اللحظات، وبالتالي الكرة إلى رمية جانبية عند محمد علي أبو حشيش العراقي الأردني الذي يحمل الجنسية الأردنية. والدة أبو حشيش عراقية وسجل اللاعب عراقي. هنا محاولة تلعب، لاعب محلي سجل، والكرة إلى رمية جانبية عند أمجد عطوان أو على أمجد عطوان. لاحظ هنا طال بخطأ، والكرة أعتقد حكم المباراة كان من الممكن أن يشير إلى مخالفة لصالح أمجد عطوان لكن لم يشير إلى ذلك. حسين عمار بطل الخليج الظهير الأيمن للطلبة في ثاني مواسمه مع الأنيق، يلعب كرة لكن مخالفة لمسوفا. أيضا لحكم المباراة لا يشير إلى شيء. ضغط من أمجد وسعد يعود إلى الخلف. أمجد عطوان الهداف الذي إن لم يسجل يصنع كرة خاطئة من فهد طالب، تلعب لصالح فريق زاخو. أبناء الخابور يحاولون والكرة تعود من الخلف. المحاولة تعود مرة أخرى والكرة تصل في هذه اللحظات إلى كرار سعد الذي يبحث عن السعد. كرار يحاول فيها أن ينجح في إيصال الكرة إلى الأمام، البحث عن شريف وأمته، والكرة تصل إلى دفاعات فريق الطلبة. إبعاد من إدريس سانيانك وارتقاء من زيد إسماعيل، والكرة تعود في الخلف. ضغط في هذه اللحظات من جانب مسوفا وكذلك أماماتشي في محاولة تعود عند اللاعب النيجيري أليو أدام، والكرة في الخلف عند أبو حشيش. يحاول يلعب الكرة إلى الأمام، محاولة تصل، عملية قطع ممتازة، والكرة للطلبة. البداية والهجوم ولكن كرة تعود ومخالفة لصالح كرار عامر بثوب هجومي. كرار عامر
هذا ألايو أدام في هذا التدخل. لاحظ النيجيري تدخل وعرقل اللاعب كرار عامر، والكرة وصلت في هذه اللحظات إلى مخالفة ضربة حرة مباشرة لصالح حامل الرقم 3 في تشكيلة الطلب، رقم 3 في الأنيق. وباسم قاسم بدأ يعيد البريق للأنيق، بينما كرة تلعب ممتازة الآن، عملية هجوم. الوسلات يحاول ينقل الكرة إلى عمار، عالية على مرمى علي كاظم، وارتقاء وخروج غير حاسم، لكن متابعة من موسيس، تحول هجومي. سعد ناطق وإبعاد آخر، وإعادة الكرة مرة أخرى إلى كرار سعد. في هذه اللحظات الكرة تصل وتعود مرة أخرى، والفرصة في الخلف من جانب لاعبي الطلبة. المحاولة تعود مرة أخرى في وسط دفاعات فريق زاخو، عودة إلى الخلف من موسيس، ضغط من شريف وإبعاد من أحمد إبراهيم الذي يرى خير ما في الكرة الأخيرة هذا الإبعاد. هنا وسط حضور جماهيري كبير يملأ هذا الملعب الذي منذ أن بدأ الموسم الماضي حتى الآن، والفريق يواصل الإبداع على هذا الملعب مع حضور جماهيري كبير. هنا خروج من جانب علي كاظم والارتقاء، لكن لم يكتب للكرة الأخيرة نجاح. تعود الآن، سوف يتقدم، سوف يحاول تسديدة التنزاني، الله، بعيدة وقوية على مرمى علي كاظم، لكنها ارتفعت عن العارضة بالمليمترات وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذا مسوفا الذي يتقدم وجمهور الطلبة الوافد الحاضر، وهنا الكرة التي تذهب إلى خارج أرضية الملعب، كانت قريبة على مرمى علي كاظم، والكرة سقطت على العارضة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. التنزاني الدولي سايمون مسوفا يسدد كرة، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا القادم من شبيبة القبائل الجزائري، وهنا هتافات جماهير زاخو، تتعالى الأصوات والمؤازرة تستمر، محاولة التعويض، والكرة عائدة للخلف عند فهد طالب. أمان عندما تكون الكرة عند فهد طالب، وهذا فهد الذي يقف ما بين خشبات الأنيق الثلاثة ليحمي العرين، ليقدم موسم مميز، هذا الذي تتذكرونه جيدا في بطولة كأس العرب 2021 في قطر، كيف كان فهد الذائد الأكبر عن مرمى منتخبنا الوطني. فهد الذي عاصر باسم قاسم مع فريق القوى الجوية. تقدم إلى الأمام، وكرة تلعب مرة أخرى، والتدخل ومخالفة فيها ضربة حرة مباشرة، عملية صعبة على حبيب الوسلاتي. هذا حبيب لاعب الوسط التونسي القادم من كريموتيا القبرصي، الوسلاتي الذي لعب للصفاقسي أيضا لعب لأبها. وهنا عملية سحب على علاء رعد، يمين يسار يتواجد علاء رعز، ويقدم الأدوار المميزة لهذا المدافع البصري. محاولة تلعب إلى الأمام رأسية، وكرة تعود مرة أخرى. ظهيري اليمين بدأ التألق في نفط البصرة مع علاء رعد مع حسين عمار من الطلبة ومن نادي أيضا زاخو. كرة في الخلف، علاء يلعب كرة ممتازة، قراءة رائعة لتموقع أحمد إبراهيم، بينما كرة وقطع ممتاز، والتدخل من إدريس زانيانغ. أسد الترينجا السنغالي يلعب كرة مع تنزاني، محاولة تذهب على الجهة اليمنى، ولكن أحمد ياسين يحاول اللحاق، وبالسرعة الممكنة يجري أحمد ياسين، يجري خلف طلال، والروح الكبيرة في هذا الفريق تجعله يضع الدوري هذا الموسم نصب عينيه. هو حط الدوري براسه ولازم يجيبه، هكذا هو الحال. وحسين عمار بتدخل ممتاز يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. القطري وضع الدوري في راسه هذا الموسم، ويريد أن يأتي بلقب لهذه المدينة، لأن المحافظة فيها لقب دوري، فدهوك لقب دوري مع من؟ مع الجنرال. ويا طلال أنت عليك عبور هذا الفريق الكبير الذي خلف عقل مدبر يقفل عليك الخطوط الخلفية، وإن سجلت الستة في آخر مباراة أمام القاسم، لكن صعبة أمام الأنيق. تلعب الكرة عالية من أمجد عطوان، من يفتح الشفرة، من يصل إلى مرمى فهد، وتسديدة أدما إلى خارج أرضية الملعب. اليوياو أدما الذي سدد الكرة، القادم من الاتحاد الليبي، وسوف يأخذ تعليمات من الجنرال في هذه اللحظات. داخليا وخارجيا اسم كبير السيد باسم قاسم، ودولاب مليء بالإنجازات بالنسبة للجنرال،
وطلال يطمح للأفضل في ثاني موسم مع فريق نادي زاخو. موسم كبير قدم زاخو العام الماضي، أما في هذا الموسم فالحالة استثنائية، لأن الفريق في هيجان كبير نحو القمة، نحو الصدارة لا محال. ورغم أن الشرطة لديه مباريات مؤجلة فهو يتقدم على الشرطة بنقطة واحدة، والشرطة لديه مباراتين مؤجلتين. والآن الفريق الأبيض والأحمر لو انتصر في هذه المباراة سيجعل الفارق 4، وبالتالي على الشرطة إن أراد الصدارة الانتصار أمام فريقي نفط البصرة وأمام فريقي دوك، الذي أيضا يملك مباراتين مؤجلتين ويلعب البطولة الأندية الخليجية في ملعب دوك. في هذه المحافظة مباراتين تقام الآن، واحدة هنا وهنا مسوفا يتقدم ويقطع الكرة، والأخرى في ملعب دوك. إذن هذا أماموتشي الذي تقدم ولعب الكرة إلى علي كاظم الذي وصل إلى الكرة، ومحاولة تلعب أحمد ياسين لكن كرة إلى الخارج. هذه المحاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، وهذا كرار عامر المدافع المتألق العائد بعد الاحتراف في فريق النصر الليبي أو عفوا الكويتي. ومحمد علي أبو حشيش يحاول على تنفيذ رمية جانبية. أمجد عطوان يلعبون كرة إلى الأمام، ناصر محمد والفهد يتقدم ويتصدى الكرة. فهد طالب ممتاز في الحضور، فهد طالب، وأمامك ناصر محمد الواضح في اللقطة. السيد باسم قاسم يعطي التعليمات، ثالث مواجهة تجمع باسم قاسم مع السيد طلال البلوشي الموسم الماضي. هنا خسر السيد باسم قاسم ب3 مقابل لا شيء عندما كان مدربا لنفط. المساعد قريب وأيضا حكم المباراة قريب ولم يشير إلى مخالفة. أيضا في حديث المواجهات المباشرة باسم قاسم واجه طلال 3 مباريات الموسم الماضي ذهابا، تعادل مع طلال عندما كان مدربا للنفط، وفي الإياب خسر هنا 3-0. مباراة الذهاب أمام الطلبة في بغداد تعادلوا من دون أهداف، وهنا الأمور تسير بتعادل سلبي حتى اللحظة. تعادل السلبي الرقم الذي لا يفارق مواجهات الفريقين أبدا. هنا ضربة حرة مباشرة، والسيد طلال البلوشي الواضح أمامكم يعطي التعليمات للاعبيه ويستمر، ومخالفة لصالح أمجد عطوان. هنا محاولة على الكرة، وبعد هذه المحاولة مخالفة لصالح أمجد عطوان. تعود كرة في الخلف، علي كاظم الذي يلعب الكرة. هنا علي الذي يحاول، وعلي الذي ينتظر، والكرة تلعب إلى الأمام واصلة. محاولة مرة أخرى والكرة تعود إلى رمية جانبية. سلامات لحسين عمار، والسيد سالم عامر يتحدث مع مدافع اليمين. الكرة تلعب رمية جانبية تنفذ ورأسية حاضرة، تعود مرة أخرى في وسط الملعب، حرب الوسط. تصل محاولة ماموتو ماماتشي يلعب كرة موتو، والتقدم لزيد اسماعيل، راح وانطلق، لعب الكرة إلى شريف. شريف في انتظار اختراق، شريف يحاول، ينتظر، يمرر، يتأنى، وتقطع وتعود يا شريف. لمن ستكون الكرة؟ إلى كرار. عودة الأنيق والنوايا واضحة، هجومية بحتة من الطرفين، هجومية بحتة من الجانبين، والكرة تعود إلى الخلف مرة أخرى عند فهد طالب الذي يلعب الكرة، تصطد وتعود في وسط الملعب، ومتابعة إدريس، قطع وكرة تعود لصالح أبناء الخابور. فرسان الشمال يحاولون، أحمد ياسين والتدخل، وحكم المباراة يأتي ويقر بمخالفة على أسد الترينجا العائد مرة أخرى لارتداء القميص الأزرق بعدما كان لون القميص أخضر في موسم حصد فيه على لقب الدوري مع الشرطة. الآن يعود بعد الإصابة في الموسم الماضي، موسمين مع الشرطة، والآن يعود إلى ارتداء الفانيلة الزرقاء. التحايا تستمر، وأمجد عطوان على التنفيذ،
ضربة حرة مباشرة لصالح زاخو لأبناء الخابور. الكرة تلعب ورأسية، الله، لولا فهد لتمكن هذا المدافع البرازيلي الفتاك من وضع الكرة في الشباك. لاحظ كرة عالية نقلت إلى الأمام وباتريك مارسيلينيو الكرة إلى أحضان فهد، وصلت وامجد على رأس البرازيلي أسد الرافدين، على رأس السامبا، والكرة إلى أحضان فهد. المحاولة عند فهد طالب يحافظ على نظافة شباكه، والمحاولة فيها رمية جانبية، وحكم المباراة سالم عامر يعطي بطاقة صفراء، بطاقة صفراء في هذه اللحظات على أحد أعضاء الكادر التدريبي لفريق نادي الطلبة. إذن حديث ما بين السيد سالم عامر، هنا التدخل وحديث وحوار مع المساعد أحمد باسم قاسم، نجل السيد باسم قاسم على هذا التدخل الذي كان قوي جدا على حسين عمار من جانب أحمد ياسين. كرة سريعة تلعب الآن، مسوفة تقدم، راح التنزاني، راح، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. حسين عمار كرة لم تصل أو كانت من حبيب الوسلاتي. حبيب مع حسين عمار، يحاول الوسلاتي التونسي يتقدم، عملية ضغط الآن، والكرة لصالح زاخو، خروج بالكرة، المحاولة عالية، وكرار عامر يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية في هذه اللحظات، والهتافات تتعالى في مباراة لم تظهر فيها الجدية حتى اللحظة. هنا محمد علي أبو حشيش يلعب كرة في انتظار الاختراق والوصول إلى هذا الشبك الدفاعي الذي يعمل السيد باسم قاسم، ومن سيستطيع عبور هذا الجدار. هنا محاولة تلعب مرة أخرى، وسوف يرتكب مخالفة على مسوفة في هذه اللحظات. التنزاني الواضح أمامكم، سوف عنده 4 أهداف، لاعب دولي تنزاني عنده أكثر من 40 مباراة دولية، يلعب مع منتخب تنزانيا. وهنا المخالفة عند باتريك مارسيلينيو صاحب الرأسية الأخطر على مرمى فهد. جوستوفا الهداف يلعب كرة وتعود وتبعد من جانب إدريس سانيانغ. رأسية أخرى والكرة تعود، محاولات فريق زاخو تستمر، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا كرار عامر في المراقبة، ومحمد علي أبو حشيش على تنفيذ رمية جانبية. أبو حشيش على التنفيذ الرمية الجانبية. وتعود كرة لصالح زاخو، تنقل وفي انتظار أن تقطع، تعود مرة أخرى. موسيس يلعب كرة، والمحاولة من البرازيلي، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية في هذه اللحظات، ومحمد علي أبو حشيش يلعب الكرة. عودة محمدو وغياب دبتي مع غياب آخر لمحمد علي عبود. بطاقات الحمراء التي نالها اللاعبين في مباراة أربيل الصعبة جدا في أربيل، ب9 لاعبين خرج زاخو متعادلا. هذا حبيب الوسلاتي. هنا مساعد الحكم الذي أشار برايته إلى أن التسلل كان واضح على أمجد عطوان، وبالتالي مع المخالفة هنالك أوفسايد على أمجد عطوان. تلعب كرة عالية للأمام، لكن دفاع زاخو في تدخل، وفي الوسط أحمد ياسين ينقل كرة، تعود تحفظ دفاعي كبير من طلال وباسم قاسم منذ انطلاق شوط المباراة الأول وحتى اللحظة. هنا المحاولة، عملية استلام بالصدر، والكرة تلعب، عودة الكرة، أداما اليو يلعب الكرة في وسط الملعب، تقطع وتعود عكس الاتجاه. حسين عمار الممتاز يحاول يبحث عن شريف، راح شريف يتقدم الآن، المهاري من الجهة اليمنى يحاول الفرصة الآن، اختراق يمين دفاعات زاخو، مرت إلى خارج أرضية الملعب، والكرة إلى ضربة مرمى. هذا شريف، هذا الجناح الطائر، وباسم قاسم
كان يخاطب شريف، والكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، نزلت على العارضة. لاحظوا هنا الكرة التي وصلت إلى خارج أرضية الملعب، لاحظ وصلت على عارضة علي كاظم. شريف لو سجل هدف لأصبح من الأهداف الجميلة التي تسجل. هنا الكرة واصلة من إدريس في وسط الملعب، أحمد ياسين مر أداما، تلعب كرة إلى الأمام، فائدة يعطيها حكم المباراة وعاد إلى المخالفة. عاد إلى المخالفة بعد أن أعطى الفائدة السيد سالم عامر. تشاهد هنا الايو أداما وأحمد ياسين في هذا التدخل من جانب زيد إسماعيل. عاد حكم المباراة بعد أن أعطى فائدة ولم يستفيد من الكرة فريق زاخو ليعطي مخالفة ضربة حرة مباشرة. في وسط الملعب ضربة حرة مباشرة تلعب عالية واصلة في منطقة 18 ياردة، لكن تدخل وأماماتشي يعود يلعب الكرة، المحاولة تصل تعود لصالح فريق الطلبة. زيد إسماعيل يبحثون دوما عن شريف، هذه كرة تلعب إلى شريف، يضغطون على شريف في هذه المناطق، وهنا الكرة عند كرار سعد يبعدها إلى رمية جانبية بذكاء. أخذ رمية جانبية كرار سعد من أمام أحمد إبراهيم، الواضح أمامكم. تنفذ الرمية الجانبية وتلعب لصالح فريق الطلبة. مرة أخرى ناصر محمدو، إعادة الكرة من جوستافو هنريك، يستعيدها مرة ثانية والكرة تعود، إصابة لحسين عمار، لكن حكم المباراة يوقف المباراة ويوقف الهجمة ويشير إلى مخالفة ضربة حرة مباشرة. لاحظ جوستافو في الأولى مع حسين عمار، وفي الثانية من تدخل هنا المحاولة الأولى التي كان من المفترض أن يشير إلى مخالفة معها ورقة صفراء. لاحظ اليد من البرازيلي على وجه حسين عمار، والسلامات يا أبو علي في هذه اللحظات. جوستافو هنريك، سالم عامر يقول هنالك خطاب من الفار على تدخل قوي على حسين عمار، وبالتالي عليك الحذر يا برازيلي. خشونة كبيرة يلعب فيها لاعبي زاخو، يعني في أكثر الأحيان تشاهد التحامات قوية ما لها داعي، يعني حتى حالتي الطرد في مباراة تربية كلها تدخلات قوية وخشونة، وبالتالي تؤثر سلبيا على مسيرة فريق يتقدم. باسم قاسم 3 ألقاب دوري، لقبين في كأس الاتحاد الآسيوي، ويساعد مدرب كبير بحجم السيد رحيم حميد، مساعد مدرب المنتخبات الوطنية، كان مساعدا في الجائزة 2007 مع جورفان فييرا، واسم كبير يحضر باسم قاسم. الكرة عالية إلى الأمام، تلعب من جانب أحمد ياسين بالصدر، تعود واستعادة الكرة من زيد إسماعيل متألق، يلعب كرة إلى كرار، تصل إلى شريف عبد الكاظم، شريف ينتظر تقدم كرار، شريف لوحده مع كرار يحاول ينتظر، وإدريس ينتظر، وتمريرة خاطئة تعود بمرتد الآن. أمجد عطوان يمرر إلى البرازيلي أغوستافو هنريك، هل تفض الشراكة اليوم؟ هل تفك الشراكة مع مهند؟ والمحاولة تلعب الآن، رفض البرازيلي كرة جميلة جدا كانت من أمجد عطوان. سايمون مصوفا يمرر الكرة، إدريس قريب، والمحاولة تصل لصالح شريف، والكرة تقطع وتعود من جانب ناصر محمدو، تلعب إلى غوستافو هنريك، والبرازيل يحاول الحصول على مخالفة. خطأ، وحكم المباراة السيد سالم عامر يشير إلى مخالفة في هذه اللحظات. حديث من السيد طلال البلوشي وأمجد عطوان مع سالم عامر. أمجد يتحدث، وإلى الآن ضربة حرة مباشرة تأتي لصالح فريق نادي زاخو.
عالية في منطقة الجزاء والمتابعة، قراءات ممتازة، ولكن فهد هنا تقدم مدافعي ومهاجمي زاخو على كرة عرضية. شاهد أحمد إبراهيم مع جوستافو، لكنها طالت على الجميع ووصلت إلى فهد طالب. هنا الكرة التي وصلت إلى حارس المرمى فهد، والكرة تصل الآن، تعود حبيب مسوفو ينتظر كرة، سايمون يلعب المحاولة مرة أخرى، إدريسا والكرة تعود، والتدخل من نيانغ تقطع بشكل جميل، تلعب إلى الأمام، ولكن خطأ في القراءة وتفوق من الأردني محمد علي أبو حشيش. يتفوق في الكرة الأخيرة على حبيب الوسلاتي ويتركها تغادر إلى خارج أرضية الملعب. تنفذ من علي كاظم في محاولة عالية، تنقل إلى الأمام، الرأسية والكرة في وسط الملعب. مسوفة الذي يتقدم، يعيدون كرة إلى إدريسا، شريف لوحده على الطرف، زيد إسماعيل قد يفكر بشريف لكنه ينتظر كرار، وعاد فريق الطلبة إلى الخلف، فريق الذي يتحفظ كثيرا، والكرة تعود إلى كرار عامر. والفرصة تصل لصالح الطلبة. أداما أمجد عطوان يلعب كرة إلى الأمام، البرازيلي يسقط والكرة تعود. سعد ناطق بذكاء ودهاء وخبرة الاحتراف يستطيع قطع الكرة الأخيرة ويحول المحاولة لصالح الطلبة. تعود مرة أخرى للأنيق في محاولة العودة في كرة الوصول، والكرة تعود مرة أخرى لصالح فريق التاريخ. عالية من جانب إدريس نيانغ، طالت على سايمون لكن الكنترول لم ينجح مع مسوفة. رمية جانبية من محمد علي أبو حشيش، في هذا التنفيذ، والكرة تعود إبعاد مرة أخرى من الأردني، رأسية سعد ناطق تعود إلى البرازيلي جوستافو هنريك، والكرة تعود مرة أخرى. عملية تقدم ما بين هذه الجماهير الحاضرة وهذا الحشد الكبير، هنالك انتظار للحظة هدف تشعل المدرجات. يتقدم مسوفة، يحاول التنزاني، يتباطأ من أمام البرازيلي حبيب الوسلاتي، يتدخلون على حبيب. سالم يقول مخالفة، ضربة حرة مباشرة. هنا حبيب سقط وسالم أشار إلى المخالفة. الفرصة الآن فيها ضربة حرة مباشرة، والمحاولة التي تحضر الآن تأتيك بكرة ثابتة من الممكن أن يستفيد منها فريق الطلب. يعني هذه الكرة المباشرة يحضر منها كثيرا السيد طلال البلوشي في المباراة رقم 59 لطلال في دوري نجوم العراق. حبيب الوسلاتي الآن من أجل هدف طلابي، يلعبها عالية، الرد بالرد، الكرات العالية، الله! مباراة الكبار لحراس المرمى الكبار لمن لم تراهم عيون الإسباني، الآن يظهرون، الآن يبدعون. الآن كرة عالية من علي كاظم يواصل الإبداع، رأسية على المرمى وعلى طريقة حراس الإنجليز، على طريقة الألمان. علي كاظم بخبرة الماكينات الألمانية يبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب. تعود مرة أخرى المرتد الآن، حرب المرتدات يا ناصر، يحاول فيها ناصر، ناصر يا ناصر، مخالفة لصالح محمدو، والكرة فيها ضربة حرة مباشرة. كان أناني اليمني في الكرة، ومن الممكن اختيار التنفيذ أو التمرير بدل هذه المخالفة. هنا ناصر محمدو الذي سقط، فيما في الجانب المقابل كان هنالك جوستافو هنريك ينتظر أن تصل إليه الكرة. أمجد عطوان على كرة ثابتة،
على محاولة جديدة بهذه الكرات، ممكن الوصول إلى فهد، غير ممكن، وإبعاد يأتي، بينما محمد علي أبو حشيش يبحث عن المتقدمين وأحمد واحد منهم، ولكن سعد يتدخل، موسيس وكرة، عمار يحاول، والفرصة الآن، يلعبون الكرة عالية إلى الأمام، يتقدم التنزاني يحاول وينتظر، وأماماتشي مع مسوفا ولا شيء جديد، بينما كرة تعود، بينما فرصة تصل، والحرب لا زالت قائمة من أجل المرتدات، من أجل الكرات الواصلة، والفرصة التي تعود إلى زيد إسماعيل، يفكر في عودة إلى الخلف، عملية التقدم إلى الأمام، وهنا الكرة تصل، تلعب بشكل ممتاز، لكن في الخلف عند باتريك مارسيلينيو. البرازيلي مع المطرقة العراقية أحمد إبراهيم، فيما كرة تريد أمجد عطوان، فيما آخر من سجل في مباريات الفريقين، يلعب كرة، على طريقة الكبار، بطريقته الخاصة، بوصفه الخاص، أمجد عطوان يشعل مدرجات ملعب زاخو، يجعل مدينة الخابور ترى أجيجها وضجيجها وكل شيء على مدرجات ملعبها يسمع ويرى ويشاهد. أمجد الفنان، أمجد المهاري الرائع، هنا أمجد الذي ينافس الهدافين، مر، عدى، نظر، من قال إن الشباك لا تخترق، الله في المرمى فهد، لكنه غير قادر على رد الكرة، على رد القنبلة التي أرسلها عطوان، رايحة للجول، رايحة للمرمى، وفي شباك فهد، وانفجار، هيجان على المدرج، وما يجري جنون على جنون على جنون. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ هنالك اندهاش على انبهار، على أشياء لا يمكن أن تشاهدها إلا هنا. كرة في الوسط للتقدم مرة أخرى، لوصول جديد، يذهب أبو حشيش إلى المقدمة، وأمجد يتابع، أمجد الخرافي بكل ما أوتي من قوة، بكل ما أوتي من قوة، يتقدم، وإبعاد سعد القائد يظهر ويبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، هيجان المدرج الأحمر وماردهم يظهر الآن، المارد الأبيض في هذا اليوم، الأعلام ترفرف، وهنالك تعزف الموسيقى وتقرع الطبول، وكل شيء جميل في ملعب زاخو، بينما كرة تلعب الآن من أجل العودة يا شريف، شريف المهاري، شريف الرائع البارع، يحاول لوحده شريف، احذروا فهو مهاري، يمرر الكرة، والمحاولة تعود مرة أخرى، زيد إسماعيل يتباطأ، آدماه عليك مخالفة وضربة حرة مباشرة. ألايو آدماه، هذا ألايو، مخالفة للواضح أمامكم، زيد إسماعيل هو طلال بلوشي في رابع مواجهة أمام الجنرال، يتقدم الآن ويضع لأمجد عطوان أول كرة في مرمى فهد. كرة تلعب عكس اتجاه اللاعب من التنزاني، سوفا يلعبها عالية، يبحث عن أماماتشي، الكرة تعود، وألايوه يبعد كرة، والمحاولة أين كانت هذه الكرة يا أمجد؟ نشاهد مباراة جميلة، كرة تغادر إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. أمجد عطوان أعاد إلينا متعة المباراة بعد أن فقدناها مع حرب الكرات الثابتة والطويلة. تحفظ دفاعي، نجح طلال بلوشي في أن يظفر بالهدف الأول من الكرات البعيدة. تلعب الكرة إلى الأمام، هريك شريك الهداف يحاول في كرة مع ناصر محمدو، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تغادر هذه الكرة. اسمع 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 صيحات الجماهير، اسمع عزيز المشاهد، هذا الهتاف في الملاعب الإنجليزية لا تسمع إلا في ملاعب أوروبا. أنت لست في الشامبيونز، الشامبيونز عند 11 في متعة البرنابيو، في ملاعب الألمان تسمع هكذا هتافات. هنا الكرة الأخيرة التي فيها إعادة ولمسة يد على كرار عامر، المطالبات أتت وحكم المباراة يشير إلى لمسة يد، الذي لم يسجل
يصنع. هذا أمجد، إن ما يسجل يصنع، واليوم سجل، يصنع هدف، قادر على ذلك، لاعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وكرة تلعب، الكنترول من محمدو، إبعاد يأتي من حبيب الوسلاتي، لكن القادمون من الخلف يأخذون الكرات. أمجد على الطرف راح، أمجد ذهب ليبحث عن هدف ثاني، ولكن حسين عمار تدخل وأبعد الكرة. طلال البلوشي المباراة 59 يبحث عن الفوز 29، هو تعادل في 22 وخسر 8 مباريات. تشاهدون الذي أشاهد في المدرجات، جمهور كبير يحضر، وهنا المحاولة تعود، مطالبة بمخالفة. أمجد يحاول، أمجد يتقدم، أمجد يحافظ، والكرة تريد أمجد. إدريس سانيانغ، فكها يا السنغالي، أمجد قادر على العودة، ومخالفة على السنغالي، مخالفة على إدريس سانيانغ، وباسم قاسم يستغرب بما يحدث. ضربات ثابتة متكررة لفريق يجيدها بشكل جيد. تدخل على القدم، والمحاولة تعود بضربة حرة مباشرة لصالح أمجد عطوان. ولو أن تاريخ المواجهات ينحاز للطلبة قليلا ب8 انتصارات مقابل 4 لزاخو مع 8 تعادلات، لكن الآن الانتصار في خانة زاخو حتى هذه الدقائق. أمجد اللي يأتي الثاني، والحكم يشير إلى مخالفة. هنالك تدخل، وحكم المباراة السيد سالم عامر يشير إلى مخالفة لصالح زيد إسماعيل الذي سقط في التدخل الأخير. قرار عامر والحديث. لاحظونا الكرة والتدخل أحمد ياسين على زيد إسماعيل. التدخل الأخير جعل حكم المباراة يشير إلى مخالفة وضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء. أماتو أماماتشي، واضح النيجيري في اللقطة ينتظرون جماهير الطلبة بفارغ الصبر. هنا شاهد اللي أنا شاهده في المدرجات. أصبح كل هذا في ملاعبنا حقيقة بعد إن كان حلما. وهنا الكرة التي مر فيها أمجد، عبر، شاهد، سجل الكرة مباشرة في مرمى فهد طارق. يعيد التنفيذ السيد سالم عامر. عجل من الرتم يا جناب الحكم، تأخرت كثيرا في تقييد اسم اللاعب المنذر، وغضب من القائد السيد سعد ناطق. أنا سيد الساحة، لكن أتمنى من بعض حكامنا، أنا لا أقول الكل، أن يفسحوا لنا مجال نشاهد ونستمتع المباريات في الليغا العراق. تدخل آخر، ومحمدوه مرشح لنيل إنذار. سلامات لحسين عمار، يستغرب ناصر مما جرى. لاعب خلوق جدا ناصر محمد، أنا أشهد لناصر بذلك، لكن حسين عمار أيضا مدافع شاب جيد لا يدعي التمثيل في هكذا موقف. هنالك تدخل يا ناصر، ربما هنالك تدخل، والآن حكم المباراة قريب. تشاهد حكم المباراة يطمئن على سلامة حسين عمار. لاحظ هنا التدخل، يبدو أمر طبيعي، لكن يترك لذوي الاختصاص، لأصحاب الشان. هنا السيد طلال البلوشي يواصل الصدارة بعد أن أصبح الحلم حقيقة. هكذا ملاعبنا، هكذا أنديتنا، هكذا مدرجاتنا. دعونا نكمل هذا النجاح الذي وصلت إليه أنديتنا في لا ليغا العراق، وأمنياتنا أن نشاهد الدرع يرفع هنا. يعني فريق يستحق فريق زاخو، لكن تبقى الفرق البقية منافسة. عليه أن يقارع الكبار. شرطة صاحب النفس الطويل ويعرف جيدا متى يتصدر وكيف يأتي إلى المقدم، والزوراء الطامح لعودة جديدة مع الطلب الذي يريد أن يعيد بريقة مرة أخرى، مع دهوك العائد إلى الشاشة مع مسعود ميرال. وهنا الكل يتجمهر ويحتشد في ملعب زاخو. إذن أحمد ياسين، هذا إنذار أحمد يظهر من مخرج المباراة. شاهد أمجد عطوان، الكرة بعيدة المدى جميلة جدا في مرمى فهد، والكرة وصلت هنا. سعد أخطأ في الإبعاد، استغلها أمجد، مر وعبر وسدد كرة إلى مرمى فهد. فرحة
زاخو بأكملها معانا. حكم المباراة يطلق الصافرة ويعلن عن استمرار عملية اللعب. هنا الكرة رأسية وإدريس نيانك يحاول الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الرمية الجانبية، الكرة تعود مرة أخرى. لاعب زاخو يعاني وغوستافو هنريك يتقدم الآن، ينفرد البرازيلي، لكن كرة طالت على غوستافو وصلت إلى سعد ناطق الذي يبعد الكرة. تدخل على سعد وحكم المباراة برافو. تركيز من جانبي السيد سالم عامر حتى مباشرة أشار إلى مخالفة على البرازيلي. مشي المباراة بشكل جيد سالم عامر، لكن أنا وكل من يشاهد ويعشق كرة القدم ويتابعها يرى كثرة الصافرة هو ملل، ونتمنى أن لا يتكرر ذلك. تستمر المباريات، رتم الإنجليزي الأشهر في التلاحم البدني وعدم توقف المباراة في أي تدخل. كرة تلعب، انطلاقة ناصر يحاول يضغط على كرار سعد، إبعاد الكرة من كرار والمحاولة تعود زيد إسماعيل، وكرار في الثانية أيضا تعود في الوسط. أيالو أداما، أيالو، والسقوط للنيجيري، إبعاد كرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظة. سلامات أداما. هنا التدخل والمحاولة التي كان فيها تدخل على أداما من جانب أماماتشي، وعلي كاظم يظهر الآن على هذه الكرة. أجواء باردة في زاخو، لكن الدفع للجماهير قدم من قدم أمجد عطوان. كرة تلعب وأحمد ياسين ينتظر، يحاول يلعب كرة إلى أمجد عطوان الموجود في كل مكان، ماخذ الساحة بالطول والعرض، وأمجد حط برأسه يجيب الدوري مع طلال، يجيبه ويجيب الدوري يجيبه، وهذه كرة تلعب ولكن تعود إلى حسين عمار الذي يترك الكرة تغادر إلى خارج أرضية الملعب. يترك الكرة إلى رمية جانبية. والدقيقة 45 وصلنا إلى 46، والآن 3 دقائق يعطيها حكم المباراة. انتهت الدقائق الأصلية ودخلنا الدقائق المضافة. هنا كرار عامر، والحديث مباراتين في ملعبين في نفس المحافظة بحساب بطولة الأندية الخليجية. هوك يتعادل الآن مع ظفار العماني، وزاخو يتقدم على الطلبة في مباراة لحساب دوري نجوم العراق. مخالفة لإدريس نيانج، سلامات إدريس، أو لا، المخالفة لسايمون سوفا التنزاني يحصل على مخالفة في هذه اللحظات. سعد ناطق ومسوفا يترك الكرة إلى سعد، يلعب المحاولة عالية سعد، محاولة تعود مرة أخرى إلى زيد إسماعيل. زيد يتقدم لاعبو الأنيق، يلعبون كرة إلى حسين عمار، يحاولون من الخروج الصعب خارج بغداد بالنسبة للطلبة هذا الخروج. تدخل والكرة فيها ضربة حرة مباشرة لحسين عمار. تعود المحاولة بضربة حرة مباشرة لحسين عمار. غضب وجمهور زاخو هنا يتفاعل، خطأ واضح، لكن الكرة تعود الآن. أيالو أداما، إبعاد ممتاز، وأمجد عطوان يتقدم. هنا الكرة تعود، أيالو بشكل ممتاز باتجاه ناصر محمد، ولكن سعد ناطق القريب. تعود كرة في الوسط والمحاولة لصالح الأنيق، تدخل ومخالفة، وهذه ربما فيها إنذار. حكم المباراة السيد باسم قاسم بالسلامة، أو سالم عامر عفوا، بالسلامة لأحمد إبراهيم. بطاقة صفراء على أماتو. أماتو ينال إنذار في هذه اللحظات. هذا التدخل القوي الذي كان في الكرة الأخيرة. لاحظ تدخل
على القدم، وبالتالي حكم المباراة اعتبر التدخل. ماماتشي يستحق عليه الانذار. تلعب المحاولة إلى الأمام، وحسين عمار في تغطية من مدافع اليمين، ضغط من أحمد ياسين، يضغط على حسين عمار، يحاول يستعيدها، فكها، يحاول فيها، يتقدم أحمد ياسين، لكن حكم المباراة أشار إلى ركلة مرمى. ماذا؟ باسم قاسم واقف حيران، وأنا احتريت فيما أشار إليه حكم المباراة. أيها الأحبة، أيها المتابعون، حكم المباراة السيد سالم عامر ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم إيزاكو على الطلبة بهدف مقابل لا شيء. استراحة قصيرة ونعود إليكم مع انطلاق شوط المباراة الثاني إن شاء الله. لأندرسون بوليغر يحاول يلعب كرة، وصلت إلى أحمد صلاح، البديل قد يفعلها، البديل قد يسدد، وحسن يعوض. الله، ردا سريعا علي وعلى من شكك، حسن يسجل، حسن خالد يضعها في الشباك، حسن يضعها في المرمى لينثر الأفراح في دكة الكناري على أرض الكناري بالمدرج الأصفر. اللون الأصفر هنا يشع على الميدان أيضا، ويسجلون هدف الانتصار، هدف التفوق بالضربة القاضية. هياها أحمد صلاح، سددها حسن، وهنا يسجلون، هنا يحصدون الانتصار. عاد الكرخ، عاد الكناري في اللحظات الأخيرة. هنا الكرة التي لعبت، مجهود كبير من البرازيلي بالكرة، هيات من أحمد صلاح بوجه القدم إلى المرمى، بوجه القدم إلى الشباك، وفي مكان صعب على مجتبى يضعها بقوة. حسن يسجل، حسن خالد هدف الانتصار، هدف إنهاء المهمة هنا في الملعب، مع أفراح في الدكة لفريق مضغوط. هذا شنيشل يأتي خلفا للمدرب ولي كريم، كرة خطيرة. الله، ميمي مهند علي، جول للشرطة، هدف للشرطة. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف. ميمي يسجل هدف جميل، ميمي يسجل من خلال هذه المباراة، وبالتالي الله 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 على التسديدة، الله على الكرة. هذا اللي نقول عنه ما يخطأ، هذا اللي نقول عنه انه عندما تأتي الفرصة وتكون الفرصة متاحة، هي الآن متاحة. يحاول على الطرف الأيمن، عرضية عالية خطيرة. الله يا مواس، الله يا مواس، الله على محمود. جول ثاني، هدف ثاني للشرطة. سجل العقيد، وبالتالي هدف ثاني للشرطة الآن، هدف ثاني للقيثارة. وافرحي يا جماهير القيثارة بالهدف الثاني. شوف الإعادة، الكرة والاستلام الجميل، بعد ذلك الكرة لعبها محمود المواس لمحمد داود، ومحمد داود أرسل الكرة وعلى الطائر، هوبا يا ولد،
يا ولد يا ولد يا ولد، 5 أهدافك هذا الموسم يا محمود المواس. المواس بطريقة ممتازة بباطن القدم اليمنى على الطائر، يقول لك هاني ما انتظر فيها. هناك امام محمد وحيدر عبد الرحيم، ممكن ان يعدي بهذه الكره، ممكن ان يسجل. هذا حيدر عبد الرحيم ولا جحيم؟ لا 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 لا، هذا جحيم. يسجل الهدف الاول بطريقه رائعه. هو عارف طريق الشباك. لعب اكثر من 3 مواسم بهذا الملعب، لعب لنفط البصره هنا كثيرا. نعم، وعارف جيدا طريق الشباك. حيدر عبد الرحيم، الله الله من حيدر عبد الرحيم. شاهد المرور من سيف رشيد، اعطاه كرة على طبق من ذهب، وحيدر عبد الرحيم. الله يا حيدر عبد الرحيم، هدف عظيم والعظمة لله يا حيدر عبد الرحيم بهذه الطريقة الجميلة. نعم، بتسديدة رائعة أسكنها شباك صقور الجبال ليعلن عن أول أهداف المباراة. حيدر عبد الرحيم يسجل الهدف الأول الماضية، والكرة ملعوبة الآن. الارتقاء والإبعاد من كرار فالح بوسط الملعب طويلة للأمام. الحارث إذا عدى فعل شيء، الحارث مر، الحارث عدى، وممكن أن يكون بالثاني. الله، لا يا الحارث، لا لا يا الحارث، لا. كيف مر بها وكيف عدى وسجل بطريقة لا تصدق. هذا مجنون، هذا موهوب، هذا روعة، هذا محبوب. هذا الحارث حاتم يسجل الهدف الثاني بانفراد وطريقة رائعة وجميلة تدرس يا الحارث حاتم. سيتذكرونها أجيال نادي القاسم بهذا المرور الجميل، بهذا العبور الجميل. مر من الجميع وعد الحارث حاتم، ذكرتها باللحظات الأولى. هذا اللاعب إذا كان في يومه وإذا تحرك، نعم تحركت جميع الأمور الفنية لنادي القاسم. مر من الجميع وجعل الجميع يركضون خلفه. نعم، 3 مدافعين خلف الحارث، ووضعها في الزاوية البعيدة. الله يا الحارث حاتم. 2 لنادي القاسم، 2 لنادي القاسم. هدفين دون رد من قائد الكتيبة، من قائد الفريق، ويأتي الهدف الثاني في المباراة. 2 لنادي القاسم. لا هدف يقلص نتيجة المباراة، فأكيد ستنجح. هنا المحاولة، الحظوة هنا. نعم، صافرة حكم المباراة وركلة جزاء. ركلة جزاء تحتسب صافرة حكم المباراة بعد دخول اللاعب هذا ذو الفقار يونس عابد علي. بهذه المحاولة تحصل على جزاء عند دخول اللاعب ذو الفقار يونس عابد علي. هذا نجل هداف الدوري وأيضا واحد من الأسماء الكبيرة لاعبي منتخباتنا الوطنية ونجم نادي الشرطة كابتن يونس عابد علي. المدرب بيتر جورجيس، بيتر جورجيس. جول من بيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة. نعم، عادت هوك من جديد، عادت الصقور لتحلق هنا بملعب المباراة، وبيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة لتصبح 2-1 بهذا الهدف، هدف تقليص الفارق. وضعها في مكان الحارس بيتر جورجيس ليعلن عن الهدف الأول لنادي تهوك من علامة الجزاء. 2-1. إذن
أصبحوا يبحثون الآن عن هدف تعادل بعد أن قلصوا نتيجة المباراة. أصبحت بهدفين مقابل هدف. المحاولة تصل والكرة يعود فيها علي محسن. علي يأخذ المساحات ويستعرض المهارة. التقدم يأتي الآن، الفرصة إلى كاظم رعد. الله، جول أول للزعيم، هدفنا أول للنوارس، وتبدأ بدرسها الأول في الفصل الثاني لتسجل الهدف الأول عن طريق كاظم رعد زعيم البلاد كبير القوم. يظهر الآن، يعلن التقدم الآن، والمدرج الأبيض يعج في الأفراح. هذه كرة تنقل والمحاولة وصلت، نقلت من العلو إلى كاظم رعد، هي تريد الزوراء، غيرت اتجاهها، ذهبت إلى المرمى بفعل بن عثمان. لاحظ كرة تلعب من كاظم اتجاه إبراهيم، وبن عثمان بدل الإبعاد يضعها في مرمى هاني شاكر، والتقدم يأتي الآن، التقدم يحضر لصالح فريق الزوراء، وثالث أهداف كاظم رعد إذا ما احتسب لكاظم رعد، والهدف يأتي والفرحة تأتي. يلعب كرة عالية واصل الآن في منطقة الجزاء، لكن محاولات تستمر. المعارض الأحمر على موعد الرد، على حين التعادل، يظهر رأسه وهنا هيجان. المدرج الأحمر ينفجر، المدرج الأحمر لا يمكن لاستيعاب الأحداث فيه، وأي مجنون يستطيع وصف روعة هذا المشهد؟ من يستطيع الكتابة؟ من يستطيع القول؟ رد جنوني، ونوروز لا يخسر في الجولة العشرين. الرحلة صعبة والمارد الأحمر لا يكف عن التألق في دوري نجوم العراق. لاحظ كرة طويلة لعبت الآن، وصلت من هذا الجانب، هذه محاولة أولى، أسو لم يشترك وكان متسللا. الثانية وهنالك بياتينج يكسر الأوفسايد، والسلام تفكير وهز للشباك. أسو رسم التسعة يحضر ليسجل هدف التعادل، ليسجل هدف العودة رغم النقص، إلا إن كتيبة قحطان. واليوم ترى علاء عبد الزهرة هنا مع العريق الميناء، هو ينفذ ركلة الجزاء. علاء عبد الزهرة يتقدم، جول علاء عبد الزهرة. الخبرة يا علاء، بالخبرة والذكاء يسجل أول أهداف المباراة. علاء عبد الزهرة، والهدف الأول لنادي الميناء، للسفالة، للموج الأزرق. يعودون هنا من خلال مباراة الحدود، يتخطون جميع الحدود، داءوا من البصرة لكي يسجلون أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة. يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء. الفريق الذي يطمح من أجل أن يعود بالتعادل وبتصويب من مكان بعيد، جول بهدف. نعم، روعة 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 روعة، بكرة لا تصد، مباغتة من مكان بعيد، سدد بقوة محمد فاروق. نعم، يسجل هدف التعادل بأي كرة وبأي تسديدة وبأي صاروخ يسجل. شاهد من هذا المكان، الله 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 يا محمد فاروق، ماذا فعلت؟ جعلها في الزاوية البعيدة، قاتلة وبمكان قاتل. بهذه الطريقة سجل هدف التعادل لنادي الحدود. هل ينجحون من خلال الكرات الثابتة وباللحظات الأخيرة ملعوبة كرة بالراس؟ الله، من أنت يا علاء؟ وماذا فعلت يا علاء؟ الله 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 الله، من جديد يا علاء تضع الميناء في المقدمة بالدقائق وباللحظات القاتلة من أحداث الشوط الأول. فعلها الخبرة،
فعلها على عبد الزهرة. حلوة 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 بالراس لو بالحرة، حطاها عبد الزهرة. الله يا على عبد الزهرة بهدف ثاني جميل للمينا. هذه مرة الآن، هذا التعادل ممكن يا دينيس. عدى بالكرة الثانية. الله ماذا هناك؟ نعم جاء الهدف الثاني، ودينيس أنتوي أضاف ثاني أهداف في المباراة أم لا؟ ماذا يشير وماذا يقول ودينيس أنتوي بثاني أهداف المباراة لنادي الحدود؟ هو من عدل نتيجة المباراة لمصلحة الحدود. عادوا بهذه الكرة. لا، هل كان متسلل أم لا بالكرة الماضية؟ دينيس لم يكن متسللا باللقطة الماضية، وأضاف الهدف الثاني بتلك الانطلاقة والأسيست الجميل من منتصف الملعب. عدى من الجميع، وضعها في المرمى ليعلن عن هدف التعادل. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم مرة أخرى إلى أحداث شوط المباراة الثاني ما بين فريقي زاخو والطلبة هنا في ملعب زاخو الدولي. الشوط الأول انتهى زاخوليا بهدف مقابل لا شيء، في انتظار شوط المباراة الثاني. في حديث ما بين الشوطين، هل يستطيع السيد باسم قاسم إعادة فريقه إلى المباراة ويتمكن من تسجيل التعادل بل وقلب النتيجة؟ كل شيء وارد، كل شيء ممكن في كرة القدم. الآن تأتي صافرة الحكم السيد سالم عامر تعلن عن بداية الشوط الثاني، فيما هجوم فيما تقدم والكرة مبعدة. تعود الكرة من زيد إسماعيل، تبعد وتعود إلى الأمام من أحمد إبراهيم. ناصر محمد، كرات خاطئة، عدم تركيز من الطرفين، والكرة تعود إلى كرار مع سعد. سعد يتقدم ويلعبها إلى زيد، زيد يمرر والحكم يشير إلى ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة على زيد إسماعيل كما يشير سالم عامر الذي يقول هنالك تدخل باليد وبالتالي يجب أن يعطى الخطأ. لاحظ على موسيس يا زيد، أنت لك خطأ لكنك ارتكبت مخالفة أشد من الأولى التي ارتكبها عليك موسيس الوالشاكس، وبالتالي هنالك ضربة حرة مباشرة. سيد طلال البلوشي موسم ثاني مع زاخو يتطلع إلى تعزيز الصدارة، الوصول إلى النقطة الثانية والأربعين لطلال في هذا الموسم مع زاخو. تقدم سطر بأحرف من ذهب عن طريق أمجد عطوان في شوط المباراة الأول. الآن الشوط الثاني مع مخالفة وضربة حرة مباشرة في وسط الملعب. كيف سيكون الحال فيه، خصوصا وإن الفريقين في وضعية حقيقة مثالية لإيجاد الحلول حتى تسجيل أهداف كثيرة وأهداف
جميلة جدا. ومن منكم ينسى آخر انتصار للطلبة هنا؟ سنتحدث عنه، لكن بعد هذه الكرة وهذه المحاولة. هنا الكرة التي تلعب ضربة حرة مباشرة وإلى أحضان فهد طالب، إلى أحضان فهد طالب. يلعب الكرة سريعة. من المتقدم؟ سوف هو اللي راح، أو أموتشي الذي تقدم، والكرة تعود مرة أخرى إلى هيريك، لكن زيد إسماعيل. آخر انتصار للطلبة مشاهدينا الكرام كان هنا في هذا الملعب في مباراة 4-3، بينما كرة التعديل ربما هي جول. التعادل يأتي بغفلة من الجميع. باسم وضع الخلطة، وضع الشيء الملازم للعودة، وكرة العودة تأتي أمام ماتشي أوغستين أماتو. يسجل الآن أمام ماتشي كلاباتشي، يحلق عاليا بالأنيق، يعيد الأنيق من الوسلات إلى النيجيري، إلى كرة مباغتة لعلي كاظم، إلى عودة طلابية زرقاء. الكرة الجميلة رائعة يمينية من جانب اللاعب النيجيري أمام ماتشي أوغستين، وعلى يسار علي كاظم باغت باتريك وباغت الجميع، وضعها في الشباك واعلن عن عودة الأنيق في هذه اللحظات. مباراة كبيرة في انتظار تسجيل المزيد، على التعادل متفقين، على التعادل ذاهبين، وأتى سريعا تنقلب الموازين. الكرة تلعب والمحاولة تمرر، والفرصة موجودة الآن عند أبو حشيش من الأردن. تلعب إلى أحمد ياسين، الجناح الطائر الذي في آخر عمره الآن يتواجد في الملاعب ليعطيهم خبرة أكثر مما يعطيهم جري وتحركات. هنا كرة وفرصة تعود من علاء رعد. اليو أدماه النيجيري، هل يرد على النيجيري وشريف؟ ولكن أدماه الذي يتدخل في الكرة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. فرحة عارمة في الأنيق. السيد باسم قاسم هنا على هذا الملعب لا زال يواصل الحوار مع طلال. ما تكسبني مرتين يا طلال. كذا الجواب أتى من السيد باسم قاسم بعد أن كان طلال قد تفوق في مباراة وتعادل في 2 أمام الجنرال. إبعاد كرة إلى خارج أرضية الملعب. آخر فوز للطلبة في زاخو في 11 من يناير 2017. مباراة جميلة، بينما هروب جميل، بينما كرة تلعب أحمد إبراهيم في الإبعاد، والكرة تعود رأسية باتريك في الخلف، وإعادة الكرة إلى حارس المرمى من جانب لاعبي وسط الملعب. تقدم يأتي، والكرة محاولة وتعود إلى الخلف. مباراة 4-3 أجمل مباراة بين الفريقين. ثم تقدم زاخو 3-2 بثلاثية عباس عبد، عاد ياسر عبد المحسن وقلب الموازين مع أبو بكر كوني. ثلاثية ياسر وهدف أبو بكر كوني جعل الطلبة يفوز ب4-3. بينما هنا المحاولة تلعب، تصل إلى الأمام، الرأسية الحاضرة والإبعاد الذي يأتي من جانب زيد إسماعيل. زيد كرة وإبعادها إلى خارج أرضية الملعب يأتي من حبيب الوصلات. هذا حبيب لاعب مميز، حبيب صانع الهدف الذي قدم كرة على طبق من ذهب إلى ماماتشي وتمكن من وضع الكرة في الشباك. أموتو هنا الكرة التي تلعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية، مباراة كبيرة يجاري فيها زاخو فريق الطلبة، وزاخو الآن يحصل على رمية جانبية في الجهة اليمنى عند علاء رعد. علاء هنا كرة واختراق وأمجد، والكرة تلعب الآن. البرازيلي يحاول وناصر يسدد إلى خارج أرضية الملعب. والسلامات سعد ناطق. ناصر محمدو الآن يعاني من إصابة سعد، وباسم قاسم ربما يطلب نداسي في هذه اللحظات. هنا أمجد يقدم كرة، كراري وابعد، والكرة تعود من جانب ويلشكس،
والتدخل على مرتين، وناصر يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. ناصر يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. 19 من فبراير يا طلال في العام 23 مباراة الإياب تمكن في مثل هذا اليوم فريق الطلبة أو فريق زاخو من الفوز على الطلبة بهدف مقابل لا شيء. لذلك في هذا اليوم وفي هذا التاريخ وفي العام 23 مواجهة جمعت الفريقين ذهبت لزاخو بهدف مقابل لا شيء في بغداد. واليوم والمفارقة أنها قادها سالم عامر، لكن اليوم تعادل، اليوم فوز زاخو، اليوم في زاخو. كيف ستكون الأمور بهذا الحشد الكبير وهذا الجمهور المميز؟ كيف سيكون سير المباراة حتى صافرة الختام؟ ينضم فريق نادي الطلبة إلى نادي الكهرباء، الفريق الوحيد الذي فاز هنا على زاخو ومرتين في الموسم الماضي والحالي تحت إمرة طلال البلوش. سلامات سعد، سلامات للفدائي، سلامات لصاحب التصدي العالمي قبل أن نذهب إلى الريو في مباراة المنتخب القطري. كرار محمد مع نداس الآن يتقدمون ليجري السيد باسم قاسم تغييراته. هذا هدف من أمجد، والرد من يا مخرج المباراة؟ آتنا بالرد. عمتو يعدل النتيجة ويسجل الهدف لصالح الأنيق. لاحظ هنا سرق الكرة من أمام البرازيلي النيجيري، سرق الكرة من أمام البرازيلي. والآن يغادر سعد ناطق. من هو المغادر الثاني؟ إذن موتو ونيغوين نداسي سوف يغادر في هذه اللحظات. يغادر التنزاني ويشترك الكاميروني صاحب 30 سنة دينيس نداسي مع كرار محمد. هذا كرار. سلامات سعد ناطق بالتحية. يغادر الفدائي والتواء على كاحل القدم يجعل سعد يترك المباراة. تلعب الكرة، إبعاد يأتي ومحاولة أولى بعد خروج سعد، تلعب لصالح فريق زاخو. لكن لو فكرت في البعيد يا ناصر، لو فكرت في أحمد ياسين لكان هنالك أمر مغاير. أماتو يتقدم الآن، يحاول في كرة تلعب على الطرف، نقل الكرات والمحاولات التي تلعب والفرصة تنقل على الطرف. الآن زاد مدافع وتحرر حسين عمار، بينما شريف يحاول على كرة قطعت وحكم المباراة يعيدنا إلى المخالفة. هذا أحمد ياسين الذي تقدم في الكرة الأخيرة ومساعد الحكم الذي تدخل في القرار. لاحظ هنا الكرة التي لعبت وتدخل على أحمد ياسين، من أحمد ياسين على شريف في اللقطة الماضية. حرك الدكة باسم قاسم، أضاف كرار يعطي اتزان في وسط الملعب، وعاد نداسي بدلا من سعد ناطق. يسحب مهاجم ويدفع لاعب وسط، وهنا محاولة كرة الثاني وتحقيق الأماني. نداسي ضاعت من أسد الكاميرون، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذه عالية ونداسي لعبها بشكل ممتاز، ونداسي ظهر برأسية جاورت قائم مرمى علي كاظم. مباراة كبيرة بين الفريقين، جرأة وعدم عودة إلى الخلف. لاحظ هنا الكرة من أحمد إبراهيم، عملية بداية لعب وضيف ثقيل إلى الآن الطلبة على زاخو. تعادل المستمر، تلعب الكرة تهيأ بالصدر. أمجد عطوان مع ناصر. أمجد الذي كلما تحرك في أرضية الملعب كلما تحرك المدرج الزاخولي مع حركات أمجد عطوان. على رعد يأخذ رمية جانبية، يحاول في كرة، ينتظرون على رعد وأمجد عطوان هنا يسقط. اعتراض كرار محمد، شاد راسه سعد ناطق، شاد راسه. سلامات للاعبي الطلب. ما الذي يجري في الأنيق؟
التحامات بدنية قوية والدوري صعب. وهنا الكرة، شريف يحاول على كرة وناصر محمدو يلحق بالكرة، تخرج إلى خارج أرضية الملعب على مع ناصر محمدو اليماني، لمسة وهتأخذ جميلة لكنه دريسان يونغ، لكنه أسد الترنجا. تعود إلى شريف يحاول فيها مرة أخرى، ينقل الكرة عالية وأمته عائد إلى الخلف للدفاع. يغلق المناطق مبكرا باسم قاسم، بينما محاولة وارتقاء من داسي، تلعب كرة تبعد والحكم يشير إلى التسلل بعد الرأي من المساعد سالم عامر، يشير إلى التسلل. حديث كرار عامر مع غوستافو هنريك. لاحظوا هنا العودة من التسلل من جانب ناصر محمدو، لكن هل اشترك في الحالة؟ الرأي رفعت، ربما أحمد ياسين والذي كان مقصود بالأوفسايد. تعود الكرة وفهد الذي يحاول مرة أخرى وإعادة الكرة لصالح لاعبي فريق الطلبة، لكن إبعاد الكرة يأتي إلى خارج أرضية الملعب. هنا الكرة والمحاولة، الفرصة التي تلعب الآن من جانب لاعبي الطلبة، تسديد الكرة من جانب لاعبي زاخو لتغادر إلى خارج أرضية الملعب. هذا ناصر محمدو، وهنا كرار سعد مدافع جيد يتواجد على الجهة اليسرى للطلبة ويقدم أدوار رائعة بالنسبة لهذا المدافع الذي يضع السيد باسم قاسم في هذا المكان. هنا الكرة التي تذهب إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة التي تسير إلى رمية جانبية. تلعب محاولة عالية إلى الأمام، الرأسية التي تعود مرة أخرى. موسيس يحاول مع ناصر محمدو اليماني مهاري، وزيد إسماعيل يقدم مباراة كبيرة. زيد يقدم مباراة كبيرة. ناصر مع أمجد عطوان ومخالفة على كرار محمد. كرار محمد الإسناد الذي عمل السيد باسم قاسم للاعبي الدفاع بإضافة لاعب ارتكاز آخر وتقدم إدريسا قليلا إلى الأمام. هنا بإخراج سيمون مسوفا، المدرب باسم قاسم بدأ يغلق. وغوستافو هنريك، احذروا كرات تصل إلى الهداف في مكانات فيها خطورة كبيرة على مرمى فهد، بينما كرة تعود وعمار يلعب كرة والفرصة إلى خارج أرضية الملعب. لا كلين شيت اليوم، لا لعلي كاظم ولا حتى لفهد طالب. مباراة تخرج بهدف إلى الآن لكل فريق، يعني الهدف العاشر في مرمى فهد والهدف الثامن عشر في مرمى علي كاظم. بينما المحاولة تصل الآن لأحمد ياسين بكعب القدم إلى أمجد عطوان، يلعب الكرة عالية، يبحث عن البرازيلي، يحاولون والشريف قد يعود عليهم بالمرتدات. الآن شريف يسدد الكرة والمحاولة. الآن تعود مخالفة لصالح اليو آداما، أموتو عليه المخالفة، وحكم المباراة كان قريبا مما جرى وحصل. هنا السيد طلال البلوشي قلق تماما، يريد الانتصار بأي سبيل حتى يتقدم عن الشرطة، الفريق الذي يعود لك في أي وقت. وغادر دوري أبطال آسيا للنخبة، والآن بدأ يفكر الحفاظ على لقب الدوري للمرة الرابعة تواليا. الجنرال في المدينة يعرفون جيدا، ولذلك يعون جيدا بصعوبة هذا المدرب وهذا المنافس. بينما رأسية البرازيلي للمرة الثانية، وباتريك مارسيلينيو يلتقي ويرتقي ويسدد كرة على المرمى بالراس. تسديدة بالراس كانت، والله هنا لاحظ الكرة ارتقى ولعبها براسه على المرمى إلى خارج أرضية الملعب. هنا لم تكن رأسية فحسب، بل كانت تسديدة على مرمى فهد، لكنها جاورت القائم، وخطورة المدافعين تستمر في الكرات الثابتة. يواصلون الضغط، وهنا الكرة، المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى
فرصة تعود عند لاعبي الطلبة من خلال الرمية الجانبية. أماتو أوغستين يلعبون الكرة إلى شريف، شريف يحاول يضغط الآن، شريف تعود المحاولة إلى زيد إسماعيل، مرر إلى حسين عمار، حسين عمار يلعبها إلى الأمام ولكن كرة تغادر إلى خارج أرضية الملعب. سدد من مكان بعيد حسين عمار لكن الإبعاد كان من باتريك مارسيلينيو، ويحذر من الكرات الثابتة. هنا الحذر من هكذا كرات. 19 من فبراير في العام 25 لمن يكون الانتصار. نداس يتقدم والوسلاتي على تنفيذ كرة. المحاولة تلعب من التونسي عالية في منطقة الجزاء ولكن باتريك مارسيلينيو. حسين عمار يعيدها، المرتدة الآن آداما أيالو وتعود والرأس الآن، المرتدة الآن تلعب المحاولة بالسرعة الممكنة لعطوان، عطوان يتقدم والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. عرار سعد، كرار حاضر وكرار أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. محمود الأسود ورمضان صديق، تغييرين يعملهما السيد طلال بلوشيلان. السوري محمود الأسود مع رمضان صديق، تنشيط الجهة اليمنى وإعطاء أدوار للسوري. يغادر محمدو ويشترك محمود الأسود في هذه اللحظات. الكرة تلعب لمصلحة زاخو، طويلة وإبعاد من جانب حسين عمار. أدوار كبيرة لدفاعات الطلبة والكرة إلى الأمام لكنها تترك إلى رمية جانبية. هنا المحاولة رمية جانبية وحكم المباراة يشير إلى التنفيذ فيما كرة تلعب والمحاولة لا زالت لصالح لاعبي فريق الطلبة. تمرير وكرة تصطد وتعود بها السيد سالم عامر. تلعب وتعود بعد الإسقاط وتصل إلى الأمام. أرضية مثالية وأماتو يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يسدد الكرة إلى ضربة مرمى عند علي كاظم مع حديث السيد باسم قاسم المستمر مع لاعبيه. كرة عالية في الوسط تعود لصالح لاعبي فريق زاخو في هذه اللحظات. مرة أخرى الكرة تعود في الخلف وتصل للاعبي فريق زاخو أيضا في وسط الملعب. موسيس ويلشيكس يلعب كرة غاستافو مع زيد إسماعيل. مباراة كبيرة جدا لزيد إسماعيل وأدوار رائعة، بينما البرازيلي يحاول على كرة ينقلها سيء جدا في المباراة. غاستافو هنري يعني السيطرة على الكرة وعلى نفسه صعبة. شوف هنا المحاولة تعود وتأتي. غاستافو سجل 14 هدفا، عنده هاتريك في مرمى نادي القاسم. الآن الكرة عالية واصل إلى هريكو. ألم أقل لكم بأن غاستافو ليس في أفضل أحواله؟ وغاضب باسم قاسم من التغطية، غاضب من التغطية. هذا غاستافو هنريك 29 سنة لهذا البرازيلي القادم من أمريكا البرازيل. لاحظ هنا الكرة الرأسية من هداف الدوري بالشراكة مع مهند علي. حتى الآن نشاهد أول لاعب أجنبي يحصد لقب الهداف في دوري نجوم العراق. ابن عربي هداف هو محمود المواس مع الشرطة 21-22، وأول عربي يحصدها
عربي غير عراقي، نحن عرب. والآن في انتظار المنافسة ما بين ميمي وغوستافو هنريك. مخالفة حكم المباراة يشير إليها. وهنا زيد إسماعيل والحضور الذي يبلغ 26,000 متفرج في ملعب جميل، بينما كرة تلعب والمحاولة طالت على محمود الأسود. فكرتها حلوة لكنها طالت على السوري لتغادر إلى خارج أرضية الملعب عند فهد طالب. هذا فهد، ونحن نتجه إلى التعادل الخامس تواليا في مواجهات الفريقين، الرقم 9 في مواجهات الفريقين. هذا التعادل إن حصل، وهنا هتافات الجماهير التي تتعالى وتساند وتؤازر، والكرة التي تلعب على الطرف وبالرأس، الكرة عالية إلى الخلف عند أحمد إبراهيم الذي يحاول على الكرة لكنها تغادر الآن مرة أخرى، والفرصة عالية إلى الأمام. حسين عمار تلعب وتعود، تدخل الآن حسين عمار الذي يتقدم يحاول، والفرصة تصل لتقدم جديد لصالح إدريس أنيانغ، يأخذ أدوار الهجومية، ممتاز في هذه الأدوار إدريس. تعود الكرة إلى زيد إسماعيل مع شريف عبد الكاظم، شريف ينتظر كرار سعد، وكرار يتقدم وينتظر كرة من شريف، بما كرة تعود كرار يلعب الكرة ممتازة، المحاولة تصل، التفاف ودوران، والكرة عند الوسلاتي، لكن كرة التونسي إلى ضربة مرمى الآن. ركلة مرمى عند علي كاظم، وتعود سريعة لأبناء الخابور مرة أخرى. قطع ممتاز، يا عيني على زيد. لا والله الذي تدخل في الكرة لم يكن زيد إسماعيل، دقة كرار محمد. نعم كرار، تعود إلى كرار، يلعب الكرة مع زيد، زيد الممتاز، زيد الهادئ. إن حكم المباراة أين تتكلم يا سيد سالم؟ الذي جرى خلفك لم تكن تعلم ماذا جرى، والآن مخالف. سالم عامر رايح وجاري مثل الفهد، ومباشرة بالسرعة الممكنة على أحد أعضاء الكادر التدريبي لفريق فقط. سيد سالم، احتراماتنا لك ولشخصيتك. كان الأفضل، المساعد موجود نعم، أفضل أن تنظر إلى الملعب وبعد ذلك تعود مرة أخرى وتنبه من يقوم بأفعال أنت لا ترضى بها وترفع بوجه الإنذار. إذن أمجد عطوان على تنفيذ كرة، المحاولة عالية في منطقة الجزاء، تعود ورأسية، لا زال الضغط من الجانب الأبيض، ولكن مخالفة تأتي لزيد إسماعيل نجم المباراة من الطلبة. سجلوها الآن. زيد إسماعيل حتى اللحظة يقدم مباراة كبيرة، أدوار رائعة للاعبين، لكن زيد ما شاء الله. لاحظ هنا التدخل والخروج بالكرة وكسب مخالفة على محمود الأسود. في وقت هذا السوري كان من الممكن أن يعمل خطورة على مرمى فهد طالب، ولكن مباشرة أشار حكم المباراة إلى مخالفة بعد التدخل. تعود كرة وتلعب الآن أموتو، في الخلف عند علي كاظم، مرة أخرى تسديد الكرة والمحاولة التي تعود الرأسية، والإبعاد يأتي من جانب كرار عامر. إدريس أنيانغ لم يستلم الكرة ولم يعمل كنترول. أسد الترينجا السنغالي مع الشريف، والآن إدريس
يدافع الطلبة في هذه اللحظات في نقطة ثمينة جدا للطلبة إن اكتمل الوضع على ما هو عليه ولم يسجل زاخو هدف ثاني. كان صعب أن يتلقى فريق زاخو هدف التعادل وهو يفكر في ختم المباراة بهدف ثاني. الكرة تعود في وسط الملعب. أيالو أدما يعيد كرة مع محمد علي أبو حشيش في الوسط مع باتريك مارسيلينيو البرازيلي مع أحمد إبراهيم. المطرقة يمرر يعيد الكرة وأدما أيالو ممتازة باتجاه محمود الأسود من رمضان ومحمود. يتقدم رمضان ولكن لم يكتب لمحاولة رمضان النجاح فيما كرة تعود. موسيس يلعبها وإلى فهد مباشرة وفهد يأخذ الوقت والأريحية ويخرج الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هو يتركها تغادر وطلال غاضب، طلال حزنان مدرب القطري الخلوق الذي يعمل كل ما بوسعه مع هذا الفريق ويقدم نجاح كبير. لا نبخس حق هذا المدرب الكبير الذي قدم مباراة رائعة وقدم موسم ماضي ممتاز والآن موسم أكثر من رائع، ولكن مواجهة صعبة يا طلال. فريق متزن دفاعيا، سجلت في هدف ونجحت في ذلك لكن لم تؤمن الخطوط الخلفية. زيد يعني على زيد والمحاولة تلعب الآن. عملية التقدم، شريف يتقدم ويحاول يواصل التقدم. شريف هل يتفوق على أبو حشيش؟ يأخذ رمية جانبية. مرتاح رايق شريف، بإمكانه الدخول في المناطق المغلقة والخروج بكل أريحية. هذا شريف ولو ننتظر منه ظهور كبير. أماتو واضح والكرة تلعب إلى حسين عمار الذي يتقدم الآن، يمر يحاول يسدد، ذهبت إلى الخارج. سدد على مرمى علي كاظم وهذا زيد إسماعيل الواضح أمامكم، لاعب ممتاز في وسط الملعب، مثل المنتخب الشباب، مثل المنتخب الأولمبي زيد إسماعيل. تعود الكرة من موسيس ويلشكس. هنا الكرة التي تبعد من جانب كرار سعد. عودة الطلبة وغلق المناطق. سيد باسم قاسم يعطي الأدوار الدفاعية الآن، يعود إلى الخلف والكرة تلعب عالية. أحمد ياسين يحاول. إذا أراد فريق زاخو أن يعود ويتقدم في المباراة عليه ترك الكرات الطويلة أمام فريق منظم دفاعيا وقادر على إبعاد هذه الكرات والبحث عن سبيل آخر، اعتماد على اختراق أمجد، أيضا التعاون الكبير. هنا ربما يعيد الفريق للتقدم. كرة طويلة وصلت إلى فهد طالب مباشرة إلى فهد، والآن يواصل التغييرات سيد طلال في هذه اللحظات. أيضا يريد أن يدفع بلاعبين. كرة تغادر إلى خارج أرضية الملعب. تغييرات مستعجل على التقدم الجديد لسيد طلال البلوشي. إذن أحمد ياسين يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات، وأيضا أيالو والبدلاء حميد حاجي. من البديل الآخر؟ يا مخرج المباراة مع هادي صالح. حميد حاجي وهادي صالح البدلاء، وكرة تلعب رأسية كوسوفو. جول ثاني إبعاد يأتي موسيس يلعب كرة. الفرصة الآن أو لمسة للبديل في انتظار كرة من أبو حشيش. اختراق من محمد يلعبها. تتوالى الفرص والمحاولات ولا عودة تكتب لأبناء الخابور، بينما كرة الآن لل15. راكس
والتقدم وتغييرات طلال مباشرة تجعل الانفجار في مدرج زاخو، في مدرج المارد الأبيض في الألوان البيضاء والحمراء. هنا أجواء رهيبة سنعيشها الآن، سنراها الآن، ولكن عد بي إلى الإعادة لتشاهد الجمال، لتشاهد إمكانية مهاجم كبير من أنصاف الفرص. وهذه واحدة، سجل الكرة بيمناه قوية وفي سقف مرمى فهد. نو اوفسايد، والكرة في المكان الذي يقف فيه فهد طالب. أين الحضور يا فهد؟ ومتى الرد يا فهد؟ لكنه صاروخ من ساو باولو، من الريو، من كل أنحاء البرازيل إلى مدينة الخابور. بالجمال والدلال تتواصل الأفراح على جسر دلال، على الجسر العباسي لمدينة الخابور. والفار يتأكد يا باسم يا قاسم حصر على الجنرال، ولكن في مدرج زاخو أفراح عارمة لا تقف ولا تنتهي أبدا. يواصلون من أجل الصدارة أيها الأحبة أيها المتابعون. هدف ثاني لأبناء الخابور ولا تعادل في هذه المباراة الجميلة والرائعة. ينتظرون التأكيد من غرفة الفار، وخذوها مني. السيد سالم عامر سيشير بيده إلى وسط الملعب معلنا عن صحة القرار والهدف. لا زال هنالك تأكد ولا زال هنالك انتظار ولا شيء غير الانتظار. إذن أيها الأحبة أيها المتابعون، بعد قرار الفار سالم عامر يقول أن الهدف شرعي وسليم. الكرة تعود ومحاولة قليلة. عمار، هل يأتي الرد في هذه اللحظات؟ تغادر المحاولة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح فريق زاخو. فرسان الجمال أبناء الخابور لا يعلو عليهم أحد هنا في ملعبهم في دارهم وما بين هذا الكم الكبير من الجماهير. طلال في الطريق السليم وفي الطريق الصحيح وفي السكة الصحيحة نحو لقب يضاف إلى هذه المدينة. وأيضا الفريق الآخر من المدينة يريد أن يضع اللقب في الخزائن. فعل هدوك يريدها في زاخو. كرة في الوسط، محمود الأسود، عملية التمرير من أمجد عطوان، والكرة الملتصقة بأقدام أمجد تعود وتصل في هذه اللحظات لمصلحة غوستافو هنريك. برازيليا غوستافو. أمجد على الواقف يأخذ كرة ويحاول المرور، يحاول العبور، يراوغ أمجد، يتلاعب وإلى خارج أرضية الملعب. نعتقد بأن عودة باسم قاسم إلى الخلف للدفاع كانت مبكرة. مساعد الحكم يرفع الراية يعلن عن الأوفسايد، وأمجد عطوان لو ترك غوستافو يذهب بالكرة لشاهدنا فاصل جميل من التكتيك يقدمها لاعب زاخو. فهد الآن يحاول إيصال الكرة إلى الخطوط الأمامية. تلعب المحاولة إلى شريف. واحد يا شريف، عد بنا إلى التعادل يا شريف، لتتوازن الكفة يا شريف، بينما كرة عالية من شريف والتدخل في وقت مثالي من باتريك مارسيليني. أجواء جميلة جدا. وهنا المحاولة التي تلعب وتعود مرة أخرى. أماماتشي، كرة تعود والتقدم من أمجد عطوان، يذهب ويبحث عن هدف ثاني أو ثالث للفريق، ثاني لا شخصيا نعم. والآن الكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. الفرصة والمحاولة تعود لصالح زاخو. مرة أخرى
من الخلف يحاولون، بينما كرة خاطئة يا أحمد إبراهيم، لا وقت للخطأ، تلعب المحاولة، الطلب والخروج السليم، وكرار يتدخل، بينما هنا كرة تصل إلى أمجد عطوان النجم اللامع في كرتنا في هذه الفترة، لكن الكرة تغادر. وحسين عمار يطلب التماسك من الحديث، والآن حسين عبد الله لوندي مع الحسن نعيم عبعوب في هذه اللحظات. الانقلاب الذي حدث في مباراة الكهرباء يحدث هذا اليوم أيضا مع هذه التغييرات، مع ذكريات عبعوب. الكرة تعود مرة أخرى لصالح إدريس أنيانج، يعود الكرة، يحافظون عليها ويبعدوها لتعود في الخلف. باتريك مارسيلينيو والحكم يشير إلى مخالفة، حكم المباراة يقرر بالمخالفة. إذن 3 تغييرات. المغادرون قرار محمد يبدو أنه قرار غير جاهز، لكن اضطر السيد باسم قاسم لأن يدفع بكرار وحبيب الوصلاتي مع الحسن نعيم، واعتقد أموتو. نعم، إذن كرار وأموتو وحبيب الوصلاتي صاحب الهدف يغادر، وحسين عبد الله يعوض. تغييرات السيد باسم قاسم نفذت الآن. كرة إلى الأمام، دور البدلاء من هذا الجانب في هذه اللحظات. معروف يحاول عليها، تونسي بتونسي، والكرة تلعب، الرأسية والتدخل، الفرصة تصل، المحاولة لزاخو، الكرة تلعب، عملية التقدم الآن من جانب الأسود. محمود يحاول، السوري ينتظر زميل، يحاول ويبحث عن زميل، لمن يلعب الكرة الأسود؟ إلى أمجد عطوان، إلى صاحب القدم الذهبية، إلى صاحب الهدف الأول والذي بختمه وضع الهدف في مرمى طالب. هنا المحاولة التي تلعب، عملية التقدم، أبو حشيش يحاول الأردني، النشم يتقدم والعودة إلى الخلف. موسيس والشيكس، لوندي وعبعوب يضغطون في هذه اللحظات، بينما جوستافو ياخذ كرة بالكنترول، البرازيلي لأمجد عطوان، أمجد يحاول، ينتظر، يتأنى، يلعبها إلى جوستافو، ولكن أناداسي يتقدم ويظهر. يا عيني يا عيني يا عيني على جوستافو، ياخذ كرة كرار سعد ويرتكب مخالفة تكتيكية الآن جوستافو هنريك. جوستافو هنريك ياخذ بطاقة صفراء، البرازيلي في هذا التدخل، الحاح في دفع الكرة والتأخير جانبي جوستافو. أمجد يتقدم، أمجد يتلاعب بدفاعات الأنيق، يحاول، ينتظر، يحافظ على الكرة، يمر من زيد إلى الأسود، يذهب السوري، يتقدم، وهنا الكرة التي تعود إدريسا. يا الأسود، يا محمود يا جميل، يا محمود يا رائع، والكرة تلعب، المحاولة تصل، محمد علي أبو حشيش يلعبون الكرة، التقدم يأتي، قطع الكرة وأخذ الكرة والمحافظة على الكرة، عملية المرور، وحكم المباراة يشير، حكم المباراة يشير لمخالفة على هادي صالح. في هذه اللحظات تغييرات طلال أتت بالثمار. هل نرى هذه التغييرات أيضا تأتي بالثمار أيضا من جانب باسم قاسم؟ تعود الكرة، تغادر إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، تفاعلات كبيرة في المدرجات، وهنا المخالفة لصالح زاغ. سالم عامر يشير بمخالفة، غيث المعروفي واضح على الشاشة. هنا الكرة التي تلعب عالية، جوستافو هنريك يحاول، والكرة مبعدة من ناداسي. تعود الكرة، محمود الأسود يتقدم، السوري التلاعب، يقدم فاصل مهاري جميل،
والآن الكرة تعود. يا سلام يا أمجد يأخذ أدواره، أمجد يمتع يبدع يقدم مستوى رائع. سلامات يا أمجد يا عطوان، سلامات يا رسام، سلامات يا فنان، سلامات يا مهاري. وأمجد الجميل الرائع الهداف وصانع الأهداف الآن يسقط على أرضية الملعب. هدوء يا عمار، هدوء يا أبو علي. هنا السيد سالم عامر يتحدث مع حسين عمار ليأخذ نصيبه بإنذار أصفر. برافو حكم المباراة، برافو سالم عامر. أخذ حسين عمار يطمئن على أمجد عطوان ويحيي زميل. روح الأب في أرضية الملعب يقدمها حكم المباراة الذي مسؤول عن حماية جميع اللاعبين. حسين عمار يأخذ ورقة صفراء. لاحظ هنا تدخل على أمجد عطوان. سلامات يا أمجد، تدخل قوي على لاعب كبير. يعني هكذا لاعبين يقدمون المهارة ويسجلون الأهداف ويمتعون ويبدعون. وعلى حكام المباراة حماية اللاعبين وفعل ذلك حكم المباراة، لكن نتمنى ترك الخشونة مع هكذا جواهر في أرضية الملعب. أمجد عطوان اليوم ينثر الورود في الملعب الأخضر. هنا يوسف العلوسي سيشترك الآن للتأمين. والمغادر من؟ طلال يعمل تغيير في هذه الدقائق. جوستافو يغادر والدفع بمدافع. إذن جوستافو هريك الآن إبعاد يأتي لهذه الكرة، والمحاولة تبعد من حسين عمار لكن تغادر إلى خارج أرضية الملعب. يغادر إلى خارج أرضية الملعب. رأسية تلعب وتعود مرة أخرى لصالح فريق طلب إعادة الكرة إلى الخلف. إذن 19 من فبراير في كل لقاء يتفوق الفريق الشمالي، يتفوق زاخو على الأنيق ويستمر التفوق حتى هذه المباراة. بينما كرة عالية، محاولة إيجاد ثغرة في الدفاعات كما وجدها أموتو. زيد إسماعيل يغير في اتجاه اللعب لكن الكرة فيها تصدي وتعود الآن. أمجد عطوان، أمجد يتقدم، أمجد يذهب إلى الأمام وإدريس يتدخل وبطاقة صفراء على السنغالي إدريس سانيانغ. هنا 7 دقائق يعلن عليها حكم المباراة، والتدخل الأخير واضح في اللقطة. أمجد عطوان غاضب من هذه التدخلات. الكرة عالية تلعب، تدخل والمحاولة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، مواصلة الصدارة. هذا واضح أمامكم. هذه صالح والكرة التي تلعب تعود مرة أخرى في هذه اللحظات لصالح فريق زاخو لكن تبعد إلى خارج أرضية الملعب. أمجد عطوان مباراة كبيرة وهدف جميل ويضع بصمته في 3 نقاط. كرة في وسط الملعب، يوسف إبعاد الكرة لتصل في الوسط. عبعوب يحاول لكن لم تأتي مع الحسن نعيم. كرة إلى رمضان ورأسية كرار عامر.
رأسية كرار عامر تأتي وتحضر الآن وتنقذ الطلبة من تلقي هدف ثالث. لاحظون الرأسية من كرار، هذه كان ينتظر الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أمجد عطوان يلعب الكرة سريعة مع الأسود، الأسود يتقدم يخترق السوري، راح يلعب كرة والكرة إلى خارج منطقة الضغط. هنا الكرة الممتازة، غيث المعروف يأخذ كرة تلعب وتعود، عبعوب يلعب الكرة عالية والمحاولة غيث بالرأس، الكرة لا زالت في أرضية الملعب وإبعاد أحمد إبراهيم بالخبرة أيضا. أحمد يتحدث، هنا سالم عامر أيضا يواصل الحديث. شريف الواضح أمامكم وكرة بالخطأ من زيد والسلامات سلامات سلامات. بطاقة صفراء لأمجد عطوان في هذه اللحظات. لاحظ هنا إصابة أيضا، ارتطمت الكرة باللاعب حسين عمار، صفرة بصفرة، أحدهما تسبب في نيل البطاقة الصفراء لزميل الآخر. تشاهد التدخل، هنا سالم قائد المواجهة، تلعب الكرة عالية إلى الأمام، الكرة تصل في وسط الملعب، تدخل أمجد عطوان يأخذ كرة وضغط من كرار، إعادة الكرة في الخلف، محمد علي أبو حشيش يلعبها باتجاه فهد طالب والكرة تصل إلى حارس المرمى فهد، يلعب الكرة في هذه اللحظات إلى الأمام والكرة إلى شريف، شريف يحاول والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. تعلمون مشاهدينا الكرام أول مباراة يتلقى فيها فهد هدفين هذا الموسم، كرة ضاعت وكاد الحسن أن يعيد الطلبة إلى التعادل. على الانتظار كان عبعوب، لكن هذا الرجل تصدى ورد الكرة. الحسن نعيم في محاولة أراد أن يعد فيها الطلبة للنعيم للعودة بهدف التعادل، بينما علي يبعد والحكم يشير إلى مخالفة لعلي كاظم. المخالفة الآن وكأنه أراد أن يضع النقاط الثلاث في خانة طلال ويبقيه متصدرا حتى تصدى بهذه الطريقة. سلامات علي كاظم. ومن السيد سالم عامر رايح على الدكة ويستدعي شخص الآن غضب في الجانب الزاخولي، وسالم عامر يتحدث مع السيد طلال. الخلوق طلال يأخذ إنذار في مباراة نجح فيها كثيرا أمام الجنرال. تشاهد التدخل الأخير وعلي كاظم مع كرار عامر، وهنا الكرة على قدم الحسن وصلت وكاد أن يفعل ما فعل في مباراة الكهرباء. ارتقاء جميل واستلام رائع، وهنا الكرة التي تلعب عالية إلى الأمام، واصلة ورأسية من نداسي تصل إلى أمجد عطوان. أمجد يحاول وقطع الكرة بشكل ممتاز من حسين عمار، والمعروف طالت عليه الكرة لتغادر إلى خارج أرضية الملعب. رحلة الصدارة تستمر مع زافو، يواصل فيها فريق
مدينة الخابور. لقب سهل، سهل إن شاء الله. هنا الكرة تلعب، والنقطة 42 يصل إليها فريق زاخو، بينما كرة تلعب إلى الأمام. الحسن يتابع كرة إلى رمية جانبية للأنيق. طلبة في المركز الخامس 34 نقطة. تتوالى الفرص والفرق تتباطأ وتبقى الأفضلية للقيثارة، بينما كرة تصل الآن. محاولة قتل المباراة، العودة تكتب الآن، ولكن لم تكتب العودة، وركنية أخيرة في المباراة. الركنية الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الصعبة، اللحظات القاتلة القاهرة، لحظات العودة الآن. والشريف يحاول وإبعاد يأتي، والراية والتسلل. إن الكرة غادرت، الكل على أعصاب، الكل على أعصاب. زاخو سيواجه الطلبة، سيواجه الشرطة. المباراة القادمة الطلبة سيكون في مواجهة الشرطة، بينما زاخو سيواجه الميناء هنا في زاخو قبل أن يذهب لبغداد ليواجه الكرخ ويعود إلى هذه المدينة ليواجهة هوك فتوك. إذا أيها الأحبة أيها المتابعون، مبروك زاخو، هارد لك الطلبة. مباراة جميلة ورائعة. زاخو يتصدر ب 42 نقطة، الطلبة خامسا ب 34 نقطة. وإلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء حتى مواعيد جديدة.